مساء الخير على حضراتكم. طبعا اول مره بعمل فيديو من الملعب عشان عندي ماتش. طبعا تحياتي ليكم على السريع، ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات باذن الله. على السريع كده يا جماعه، بعد حسم صفقه يوسف ايمن لاعب الدحيل وانتقاله رسميا للنادي الاهلي النهارده، خد مني الانفراد الجديد. حد يعرف يقول لي يحيى عطية الله فين؟ يحيى عطية الله نادي سوتشي الروسي. بقاله يومين بيقول اللاعب مش موجود، مدير النادي اللاعب مش موجود، وكمان مش عارفين نوصل له، والنادي هيتخذ الاجراءات القانونيه، وكله كلام في الهوا. طيب اقدر اقول لحضراتكم على حاجه هنا يا جماعه، في بند في عقد اللاعب يحيى عطية الله مع نادي سوتشي الروسي، وهو في حال هبوط الفريق الى الدرجه الثانيه يحق ليه فسخ التعاقد مع دفع غرامه 500,000 دولار، اللي هو الشرط الجزائي اللي مكتوب في العقد. مش ازيد من كده، مش ازيد من كده خالص الشرط الجزائي ده. حد يقول لي يحيى عطية الله فين؟ انا بقول لك يحيى عطية الله مخلص في النادي الاهلي. يحيى عطية الله اهلاوي، خدها مني. زي ما بقول لك كده، مش عشان النادي مش لاقيه، ولكن ولا عشان ان هو يحق ليه فسخ التعاقد، ولكن يحيى عطية الله اهلاوي. حبيت اقول لحضراتكم على الخبر ده على السريع من ارض الملعب. ان شاء الله يحيى عطية الله اهلاوي باذن الله بنسبة كبيرة. اللاعب مش موجود، ولكن اللاعب حاليا بيخلص لصالح النادي الاهلي. ده لو ما كانش خلص رسميا، والمصدر اللي عندي بيقول ان يحيى عطية الله اهلاوي. ان شاء الله تكون صفقة، وهتكون صفقة تقيلة جدا للنادي الاهلي. حبيت اكون من اول الناس اللي قالت لكم على الخبر ده بعد ضم اللاعب يوسف ايمن. استنوا يحيى عطية الله في النادي الاهلي. تحياتي ليكم، وان شاء الله النادي الاهلي يكون مكمل والدوري اهلاوي باذن الله، ونشوف فيه صفقات على اكمل وجه.